في يوم من الأيام كان فيه جزار، وهو بيقطع حتة لحم دخلت حتة عظمة في عينه، فقرر يروح للحلاق. هو كان طبيب الزمان في الوقت ده. خد حتة لحمة كبير وقام رايح للحلاق، قال له عيني بتوجعني، شوف لي فيها ايه. الحلاق بص في عينه وقام قال له لا بسيط، وقام مطهرها له وقال له ان شاء الله ترتاح. روح الجزار ولكن ما ارتاحش ولا عينه خفت، فضل الألم يتكرر. راح رايح تاني يوم للحلاق واداله نفس حتة اللحمة الكبير، وبرضه الحلاق راح مطهرها له وقال له بإذن الله النهاردة ترتاح. فضل الموضوع يتكرر يوم ورا يوم، الحلاق يطهرها له ويقول له هيرتاح، والجزار يروح له وهو شايل حتة اللحمة الكبير. لحد ما في يوم من الأيام الجزار راح للحلاق ما لقاهوش، بس لقى ابنه وقام شارح له الموضوع. بص من الحلاق في عين الجزار وقام قايل له ده انت في حتة عظمة في عينك، وقام شايلها له. روح الجزار وارتاح، لكن لاحظ بعد كده الحلاق ان الجزار ما عادش بيجي ولا هم عادوا بياكلوا لحم. راح سائل ابنه، فابنه قال له ايوه ده جه وانا طلعت له اللي كان وجعه. الحلاق اتعفرت، قال له انت كده قطعت برزقنا، وجعه كان راحة بالنسبة له. انا هنا ما بتكلمش على الجزار ولا كنت اقصد الحلاق، انا بس عايزاكم تفهموا ان طول ما احنا عايشين هتلاقوا ناس تتلذذ بتعبكم ومستفيدة من تعبكم، وعمرها ما تحبك مرتاح. ربنا يبعدهم عننا اللهم آمين، عشان احنا تعبانين بجد.